في يوم من الأيام كان الرب يسوع ماشي في طريق طويل وتعب. قعد جنب بير مية وكان الجو حر وهو عطشان. جت ست سامرية عشان تملى المية. الناس في الوقت ده ما كانوش بيكلموا الست دي علشان كانت لوحدها وكانوا شايفينها مش كويسة، وكانوا كمان بيقولوا السامريين ما ينفعش يتكلموا مع اليهود. بس الرب يسوع ما عملش زيهم، بص للست وقال لها اديني اشرب. الست استغربت وقالت له انت يهودي وانا سامرية، ازاي تطلب مني؟ بس يسوع ابتسم وقال لها لو تعرفي انا مين كنت انت اللي تطلبي مني، وانا كنت اديكي مية حقيقية تشربي منها ومش هتعطشي تاني ابدا. الست بصت له وقالت له اديني من المية دي. يسوع كلمها عن حاجات كتير وعرفها حاجات هي ما قالتهاش، وعرفت انه مش اي حد، ده هو المسيح. الست فرحت جدا وسابت الجرة بتاعتها وجريت على البلد وقالت لكل الناس تعالوا شوفوا واحد قال لي كل حاجة عملتها، ده اكيد المسيح. والناس كلها جت وسمعت كلام يسوع وامنوا بيه. يسوع كلم الست السامرية علشان هو بيحب كل الناس، حتى الناس اللي محدش بيكلمهم، وحتى اللي غلطوا، لانه شايف قلبهم وعايز ينقذهم. وانت كمان ربنا بيحبك وبيكلمك حتى لو الناس نسيوك او بعدوا عنك.